يبدأ بوسام محمد في حراسة المرمى بالرقم 30، وخط الدفاع كرار سالم رقم 12، الكسندر يولي رقم 5، حسين جاسم رقم 19، سيف كريم رقم 3. اما خط الوسط محمد دلاهي رقم 14، كابتن الفريق بكر عطوان رقم 25، منتظر عادل رقم 11، وحسين عبد الواحد رقم 71، والمهاجمين داكوستا رقم 9 وابراهيم غازي بالرقم 7، ويمتلك 7 أهداف. يتصدر جدول ترتيب الهدافين رفقة مهاجم نادي القوة الجوية ومهاجم منتخبنا الوطني أيمن حسين، بانتظار صفرة حكم هذا اللقاء الدولي مهند قاسم الذي يأتيكم عبر مباريات الجولة العاشرة. لقاء نادي الكرخ بالمركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، انتصارين، 4 تعادلات، 3 خسارات، سجل 11 هدف ودخل مرماه 10 أهداف. أما الحدود الضيف هنا باعتبار ملعب الكوت هو الأرض الافتراضية والملعب الافتراضي لنادي الكرخ بسبب إعادة تأهيل ملعب الساحر أحمد راضي الخاص بنادي الكرخ. الحدود بالمركز الثامن برصيد 12 نقطة، 3 انتصارات و3 تعادلات و3 خسارات، سجل 13 هدف ودخل مرماه 15 هدف، وهذا هو اللقاء الخامس عشر بين الفريقين. 14 لقاء سابق، سوف نتحدث عن اللقاءات السابقة في وقت لاحق من هذا اللقاء الذي ننتظر فيه صفرة هذا الحكم الدولي. يعني مرت 3 دقائق على الوقت المحدد للمباراة وأخيرا أتت الصافرة. يعني يجب أن يكون الالتزام بالتوقيت، يعني هذا البروتوكول الفيفا دائما ما تكون التوجيهات للحكام أن يبدأ اللقاء في الوقت الذي تم تحديده سابقا. المباراة كانت في الساعة 31 دقيقة، لكن انطلقت في الدقيقة 31 دقيقة. على العموم انطلق هذا اللقاء، الحدود بالملابس الحمراء على اليمين والكرخ بالملابس الصفراء على اليسار. الحدود في آخر 3 مباريات لم يحقق الانتصار، خسارتين وتعادل. الكرخ نفس الحالة أيضا في آخر 3 مباريات لم يحقق الانتصار لكن بتعادلين وخسارة. وهذا هو إبراهيم غازي هداف الفريق برصيد 7 أهداف. هل يسجل الهدف؟ هنا عادل النعمة الذي يعاني في المباريات الأخيرة. أتكلم عن آخر 3 مباريات استقبل مرماه 10 أهداف. يعني نادي الحدود برقم بصراحة يعني رقم سلبي على أي فريق. 3 أهداف يستقبل 10 أهداف بمعدل 3 أهداف وثلث الهدف في كل مباراة. يعني الأمور الدفاعية والتنظيم الدفاعي بصورة عامة نادي الحدود لا يبشر بخير. خطأ الآن لنادي الكرخ، هناك لحسن محمد، محاولة لنادي الكرخ، تمريرة طويلة من ويلسون أكابو رأسية، سيف كريم بالتغطية لكن عادت لمصلحة نادي الكرخ من جهة اليمين. محاولة المرور، أحمد صلاح يلعب الكرة العرضية لكن اصطدت، وهنا إبعاد الكرة من سيف، عادت السكند بول لمصلحة نادي الكرخ. هنا تمريرة داخل منطقة الجزاء والرأسية والإبعاد. يحاول نادي الكرخ منذ البداية أن يفاجئ نادي الحدود، وهنا الكرة اصطدت بمهند قاسم وبالتالي إيقاف للعب واسقاط كرة لآخر لاعب لمس الكرة. هذه التعديلات الأخيرة. الحكم في التعديلات السابقة الحكم كان جزء من اللقاء، يعني حتى الكرة لو اصطدمت بالحكم ودخلت في المرمى خلاص يتم احتساب الهدف. لكن بعد طبعا التغييرات الأخيرة للفيفا تم طبعا عندما تكون الكرة تصطدم أو تلمس حكم اللقاء إيقاف للعب وإسقاط كرة لآخر لاعب لمس الكرة. التعديلات الأخيرة للفيفا. هنا المحاولة التشتيت لكن صدت، تعود من جديد، منتظر عادل ضاغط على لوكاس، تمريرة أمامية عادت لمصلحة نادي الحدود. حسين عبد الواحد يحاول ديلاهي، تمريرة بالخطأ، قطعت الكرة، تمريرة أمامية من يونس غني، يحاول أحمد صلاح لكن أيضا إبعاد. لغاية الآن مباراة 3 دقائق
أكيد جس النبض، لكن الأجواء جميلة للعب كرة القدم هنا في ملعب الكوت في محافظة واسطة الجميلة. حسن تالا، يعني لغاية الآن شاهد هدوء تام في اللقاء، يعني لا وجود للتمريرات السريعة المفاجئة. أكابو يعود بالكرة لحسين حسن، حسين حسن الذي طرد في المباراة الأولى لنادي الكرخ أمام الطلبة. قطعت الكرة، يحاول الآن نادي الكرخ البحث عن الهجوم المرتد السريع، هناك من جهة اليسار تمريرة من مجتبى، يحاول فريق نادي الكرخ تغيير اللعب تماما إلى جهة اليمين. هنا الكرة العرضية لكن سهلة بأحضان الحارس وسام محمد. وسام محمد الوضع على الصورة، يدخل أساسيا اليوم، صقر عجيل الحارس الخبرة بالنسبة لنادي الحدود، لعب العديد من المباريات كحارس مرمى أساسي لنادي الحدود، لكن وسام محمد نشاهد اليوم هو الأساسي. هنا الخطأ على اللاعب مجتبى صالح بعد عرقلة لداكوستا. وسام محمد لسيف، سيف لوسام من جديد. الكسندر يولي الإيفواري يلعب الكرة الطويلة الأمامية باتجاه إبراهيم غازي، لكن أقرب لها دفاعات نادي الكرخ عن طريق حسن محمد، عادت لمصلحة نادي الكرخ. حسن خالد يلعب لوكاس، وهناك خطأ لمصلحة لوكاس لنادي أرسنال. الواضح على الصورة الذي سجل هدفين في مرمى نادي الميناء، ثنائية في مرمى نادي الميناء من هذا البرازيلي. أيضا هناك برازيلي آخر بالنسبة لنادي الكرخ هو كارلوس كايو. تمريرة أمامية لم تصل لأبو بكر جبريل، عادت من جديد لمصلحة نادي الحدود، لكن افتكاك للكرة. تالا تمريرة أمامية لأبو بكر جبريل، عادت وقطعت. حسين عبد الواحد يبحث عن تمريرة طويلة لكن يغير إلى جهة اليسار، يلعب الكرة الطويلة ديلاهي الموريتاني إلى الكسندر يولي. الكسندر يولي تمريرة قطعت لمصلحة نادي الكرخ. يونس غني يبحث عن زاوية تصويب، ما زال يحتفظ بالكرة، في الأخير قطعت وصلت لحسين عبد الواحد. حسين عبد الواحد، حسين يلعب الكرة الطويلة هناك في جهة اليمين بالمقاس، تمريرة جميلة من حسين عبد الواحد بالمقاس لداكوستا. داكوستا ما زال يحتفظ بالكرة، تمريرة يحاول باقر عطوان يلعبها للدلاهي، لاعبي خط الوسط بالنسبة لنادي الحدود. هناك لجهة اليمين كرار سالم، تخلص ابو بكر جبريل، يلعب الكرة العرضية، هنا الرأسية ابراهيم غازي لكن قطعت من ويلسون اكابو من مدافع نادي الكرخ. هنا تالا تمريرة طويلة باتجاه جعفر عبيس، صراع ما بين جعفر عبيس وسيف. الغلبة لمن؟ الغلبة لسيف. ما زالت الكرة لمصلحة نادي الحدود، عادت لإلكسندر يولي، يلعب الكرة للحارس وسام، تمريرة طويلة وسام. هنا الرأسية من حسن خالد، اللعب محصور في منطقة الوسط، لا وجود للفرص. أكيد ما زلنا في بداية اللقاء. تمريرة طويلة سهلة للحارس، يلعبها لحسين جاسم. حسين جاسم تمريرة أيضا مقطوعة، كثيرة هي التمريرات المقطوعة سواء من جانب الكرخ أو من جانب الحدود. لوكاس، يونس غني تمريرة أمامية باتجاه أبو بكر جبريل، قريب عليه كرار سالم. أبو بكر جبريل يفتك الكرة داخل منطقة الجزاء، يلعب الكرة القوية، يا الله، أولى المحاولات الخطيرة عن طريق أبو بكر جبريل بعدما ضغط على كرار سالم وافتك الكرة، ومن ثم لعب الكرة لكن في الزاوية القريبة وليس في الزاوية البعيدة. لو كانت في الزاوية البعيدة أعتقد سوف تكون صعبة جدا على الحارس وسام، لكن الكرة للخارج، ركلة مرمى. أولى المحاولات لمصلحة نادي الحدود. ماذا
هناك رسالة من الفار، هناك رسالة من الفار. هل هناك شيء؟ هل هناك شيء؟ مهند قاسم ما زال يستمع. الوجود لحالة معينة. الكرة الأخيرة المشتركة ما بين كرار سالم وأبو بكر جبريل. خلاص استئناف اللقاء، استئناف اللقاء بعد التأكد من طبعا من حكام الفار مهند مناف وعلاء عباس. تلعب الكرة عالية، مصلحة نادي الكرك في وسط الملعب. يونس غني، حسين حسن حارس مرمى منتخبنا الشبابي. كرة العالية قطعت، عادت مصلحة نادي الحدود. حسين عبد الواحد ما زال يحتفظ بالكرة، يحاول المرور لكن اصطدت بولسون اكابو والى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية. حسين جاسم على لعب الرمية الجانبية، يلعب الكرة حسين جاسم لحسين عبد الواحد، من حسين الى حسين، عادت لحسين جاسم من جديد. تمريرة من حسين مقطوعة، يحاول يونس غني يلعب الكرة الأمامية. حسن خالد في المنتصف، أيضا قطعت من دلاهي الموريتاني. محمد دلاهي مع الكرة أيضا قطعت. شاهد التمريرات المقطوعة، 10 دقائق سلبية في النتيجة، وأيضا على مستوى الأداء ليس بذلك الأداء الكبير. عدا محاولة أبو بكر جبريل الذي يفتك الكرة من كرار سالم وحاول لعب الكرة. هنا أيضا أبو بكر جبريل وخطأ، هذه المرة خطأ من حسن حظ كرار سالم بأن صافرة الحكم الدولي مهند قاسم. أبو بكر جبريل ويتكلم مع مهند قاسم في الحالة الأخيرة التي كانت الكرة مشتركة ما بين كرار سالم وأبو بكر جبريل، لكن خطأ كان دفع من أبو بكر جبريل. سيف كريم، أكابو، يحاول إبراهيم غازي لكن أقرب حسن محمد، يلعبها لحسين حسن. حسين حسن تشتيت للكرة، الكرة العالية دلاهي بالرأس، عادت ليونس غني. كرات كثيرة مقطوعة من الفريقين، 10 دقائق مرت واللعب محصور في منطقة الوسط. يعني لا وجود للمحاولات الخطيرة أو الفرص المحققة للتسجيل. يعني كانت هناك محاولة عن طريق أبو بكر جبريل لكن ذهبت إلى الخارج، ركلة مرمى. خطأ لمصلحة نادي الحدود، لمصلحة كرار سالم. مرة ثانية كرار سالم يتحصل خطأ، هذا أبو بكر جبريل، والخطأ على أبو بكر جبريل طبعا دفع في الحالة الأولى كان لباقر عطوان. باقر عطوان الشقيق الأصغر لأمجد عطوان لاعب منتخبنا الوطني والذي يلعب في صفوف زاخو في هذا الموسم. تلعب الكرة طويلة من الكسندريولي باتجاه إبراهيم غازي براسه، لكن ويلسون اكابو موجود في التغطية. عادت لويلسون اكابو من جديد، هذه المرة يلعب الكرة إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي الحدود. هذا هو داكوستا. أبو بكر جبريل البشرة السمراء حاضرة بقوة في ملاعبنا في هذا الموسم، موسم 23-24 من دوري نجوم العراق. كرار سالم يلعب الرمية الجانبية، إبراهيم غازي تالب بالرأس جعفر عبيس، لكن الكسندريولي خطأ على الكسندريولي، تدخل قوي على جعفر عبيس. بالسلامة لجعفر عبيس بعد التدخل القوي من الكسندريولي. شاهدنا الإعادة، تدخل بتهور من الكسندريولي. حسن حظك الكسندريولي لم تشهر في وجهك البطاقة الصفراء، بعدها تدخل في نوع من التهور. بالسلامة لجعفر عبيس، خطأ الآن لمصلحة نادي الكرخ. هجوم نادي الحدود خلال 9 مباريات سجل 13 هدف. الكرة وضربة ركنية، نعم ضربة ركنية.
وأبو بكر جبريل يقول هناك دفع يا سيد الحكم. يتكلم مع مهند قاسم، أكيد مهند قاسم ينتظر هل هناك دفع أم ماذا في هذه اللقطة. هنا الإعادة، هنا الإعادة، هل ترتقي إلى الدفع أم احتكاك عادي؟ أكيد هذه كلها هي تقديرات للحكام، يعني دائما ما تكون هناك حالات لا تكون واضحة 100% بالنسبة للحكم وحتى لحكام الفار. يعني نجد الآن بعض اللقطات وبعض الحالات فيها نقاش ونقاش طويل. تلعب ضربة ركنية قصيرة، هنا محاولة من أبو بكر جبريل لكن عادت، هنا تصويبة من أحمد صلاح إلى الخارج، بعيدة جدا من أحمد صلاح كابتن نادي الكرخ في هذا اللقاء. أحمد صلاح لعب الكرة باليسار، هذا هو أحمد عبد الجبار الألماني، تاريخ كبير مع نادي الزوراء ومع منتخبنا الوطني. تلعب الكرة العالية من الكسندر يولي إلى الخارج، رمية جانبية. كثيرة هي الرميات الجانبية في هذا اللقاء. 14 دقيقة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل السلبي حاضر لغاية الآن. على ذكر التعادلات السلبية، هو لقاء سلبي واحد حضر في لقاءات الفريقين 14 السابقة. الكرخ فاز في 4 لقاءات والحدود فاز في 7 والتعادل حضر في 3. الأفضلية التاريخية لمصلحة نادي الحدود، هنا تمريرة من تالا باتجاه أبو بكر جبريل والكسندر يولي. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ هل هناك خطأ أم ضربة ركنية؟ كانت كرة مشتركة ما بين الكسندر يولي وأبو بكر جبريل. الوضع على الصورة، مهاجم مشاكس من جهة اليسار دائما ما يضغط على مدافعي نادي الحدود. شاهدنا مدافعي نادي الحدود أخطأوا كثيرا في المباريات السابقة. الضربة الركنية الثانية لمصلحة نادي الكرخ، يونس غني على تنفيذ الضربة الركنية. شاهد 6 لاعبين من نادي الكرخ داخل منطقة جزاء نادي الحدود. يونس يلعب الضربة الركنية، محاولة وإلى الخارج. ضربة ركنية أخرى، ضربة ركنية أخرى. تقدم المدافع حسن خالد، هذا هو الحارس وسام محمد. ضربة ركنية، يطالب حسن محمد بوجود هناك دفع ونقاش ودي ما بين إبراهيم غازي وحسن محمد. أكيد الروح الرياضية جميلة جدا في لعبة كرة القدم. الآن ضربة ركنية لكن من الجهة الأخرى. مهند قاسم أكيد يتأكد من الحالة السابقة بعد الاتصال بحكام الفار. الفار أعطى إضافة لدورينا لا وجود لشيء، وبالتالي يطلب بلعب الضربة الركنية من يونس غني. يلعب الضربة الركنية هنا داخل منطقة الجزاء، محاولة تصويبة. هناك هل هناك لمسة يد أم ماذا؟ لا وجود لمسة يد، والإبعاد من حسين عبد الواحد. هنا رأسية والإبعاد والبحث عن الهجوم المرتد السريع. داكوستا هجوم مرتد سريع، داكوستا يحاول المرور وهناك خطأ، خطأ على ويلسون أكابو. داكوستا انطلاقة سريعة وبطاقة صفراء مستحقة يا أكابو. وأكابو طبعا أكيد عرقلة للاعب داكوستا، وبالتالي بطاقة صفراء من الحكم مهند قاسم. أولى البطاقات الصفراء تشهر بوجه ويلسون أكابو. هنا داكوستا والكرة المشتركة والتدخل الواضح من أكابو. هنا الإعادة، هل لم تلمس يد داكوستا، لم تلمس يد داكوستا في صدره. نعم في صدره، اللقطة واضحة جدا، اللقطة واضحة جدا. حتى لو لمست يد اللاعب داكوستا أيضا لا يوجد فيها لركلة جزاء، كون وضع الوضع التشريحي لليد طبيعي جدا، اليد ملتصقة مع الجسم وليس مرفوعة. ضربة حرة لمصلحة نادي الحدود. هل نشاهد أول أهداف اللقاء عن طريق الكرة الثابتة؟ كرة ثابتة
في مكان مناسب لتشكيل الخطورة. الكرار سالم أم حسين عبد الواحد على لعب الخطأ. حسين عبد الواحد تمريرة قصيرة، لا منتظر عادل، تصويبة اصطدت بدفاعات نادي الكرخ، عادت من جديد وهناك خطأ. هناك خطأ لمصلحة لاعبي نادي الكرخ، لكن محاولة جيدة لمصلحة نادي الحدود، يعني لعب الكرة الثابتة بهذه الطريقة طريقة مباغتة للفريق المنافس. البوزيشن النسبة المئوية 60 للكرخ و40 للحدود، يعني الاستحواذ ولمس الكرة للاعبي نادي الكرخ الفريق الأصفر أكثر من الفريق الأحمر الحدود. ويلسون أكابو يلعب الكرة الطويلة باتجاه لوكاس، لكن اصطدت بحسين جاسم وإلى الخارج، رمية جانبية. هذا هو البرازيلي لوكاس ليندرسون. حسن خالد يلعب الرمية الجانبية، أيضا قطعت من حسين جاسم إلى الخارج، رمية جانبية أخرى. هذا هو حسين جاسم، تلعب الكرة لجعفر عبيس، زال يحتفظ بكرته، يعد بالكرة للخلف يونس غني. يونس غني تعثر، يونس غني ذهبت الكرة وصلت لابراهيم غازي البحث عن الهجوم المرتد. ابراهيم غازي يلعبها لداكوستا، داكوستا انطلق، داكوستا تقدم، دخل، صوب، والكرة اصطدت وذهبت الى الخارج. ضربة ركنية بعدما اصطدت باللاعب حسن محمد والى الخارج، ضربة ركنية لمصلحة نادي الحدود، لكن هجمة مرتدة سريعة جدا، او الكرة اصطدت بمجتبى صالح والى الخارج. ضربة ركنية، ضربة ركنية الآن لمصلحة نادي الحدود، أولى الركلات الركنية لمصلحة نادي الحدود. حسين عبد الواحد ينفذها، منتظر عادل، أعتقد حسين عبد الواحد الذي يلعب بالقدم اليسرى. حسين عبد الواحد على لعب الركلة الركنية، حسين يلعب الركلة الركنية على القابل، قريب، كاد أن يغالط حارس ولاعبي نادي الكرخ، لكن حسين حسن، يقظة كبيرة من حسين حسن حارس المرمى، وابعاد الكرة للخارج. شاهد الكرة باتجاه المرمى، الكرة باتجاه المرمى، لكن حسين حسن بمتابعة لهذه الكرة ويقظة كبيرة وابعادها الى الخارج. ضربة ركنية أخرى لمصلحة الحدود. حسين عبد الواحد كرة العالية، لكن من أعلى نقطة حسين حسن يلتقط الكرة. هذا هو تالا، حسين حسن يلعبها بيده إلى لوكاس، لوكاس مع الكرة لعبها لأحمد صلاح، لكن قطعت الكرة من حسين جاسم، هناك خطأ. هناك خطأ على حسين جاسم بعد التدخل على أحمد صبري كابتن نادي، أو أحمد صلاح، تدخل على أحمد صلاح. شاهد هنا الإعادة وتدخل القوي من حسين جاسم على أحمد صلاح، وبالتالي خطأ لمصلحة نادي الكرخ. خطأ لمصلحة نادي الكرخ. ويلسون أكابو شاهدناه مع القوة الجوية، الآن مع نادي الكرخ، رأسية من داكوستا وصلت لإبراهيم غازي. إبراهيم غازي تمريرة في العمق، وصلت هنا التصويبة من باقر عطوان، تصويبة من باقر عطوان، الوضع على الصورة، تمريرة جميلة كانت من إبراهيم غازي، وصلت لباقر عطوان، لكن باقر عطوان صوب بقوة، لكن فضل القوة على الدقة وذهبت إلى الخارج في الشباك الجانبية. للمرة الثانية تمريرة إبراهيم غازي تضرب دفاعات نادي الكرخ، في مرة أولى لداكوستا وفي مرة ثانية لباقر عطوان، ومن نفس المكان. يعني هناك خلل دفاعي في هذا المكان تحديدا، ما بين مدافع اليسار وقلب الدفاع على جهة اليسرى، يعني ما بين مجتبى صالح وحسن محمد. تسلل حسب إشارة الحكم المساعد الأول كرار عبد الكريم، ضربة حرة غير مباشرة. هذا هو البرازيلي لوكاس،
نشاهد الإعادة واضح جدا، تسلل على جعفر عبيس. كرة أمامية من سيف كريم وصلت لتالا. تالا يحاول أن جعفر عبيس، تمريرة جميلة، لوكاس البرازيلي، تمريرة جميلة كانت من جعفر عبيس، لكن براعة الحارس وسام محمد الذي أغلق الزاوية القريبة أمام هذا البرازيلي وأبعد الكرة. شاهد جعفر عبيس كيف استلم الكرة وتمريرة جميلة، لكن وسام محمد أبعد أخطر كرة في المباراة لغاية الآن. لوكاس لعبها على الزاوية الضيقة، وبالتالي وسام محمد في المكان المناسب وابعاد الكرة. وثم كانت هناك متابعة من الكسندر يولي، لكن تعرض الى الخطأ من لوكاس. هجمة خطيرة كانت لمصلحة نادي الكرخ كاد ان يسجل اول اهداف اللقاء لولا براعة الحارس وسام محمد. والرأسية من دلاهي الى الخارج، رمية جانبية. هذا هو الموريتاني محمد دلاهي. حسن خالد على لعب الرمية الجانبية، يجب أن يلعب الكرة من مكانها. مهند قاسم، هل وجود لشيء؟ لا وجود لشيء. رمية جانبية تلعب، لوكاس إلى الخارج، رمية جانبية هذه المرة لمصلحة نادي الحدود. لوكاس يطالب بن حسن لعب الكرة على الرأس وليس على القدم. حسين جاسم على لعب الرمية الجانبية، حسين جاسم يلعبها، ابراهيم غازي باتجاه داكوستا، لكن قطعت الكرة من مجتبى لتالا، البحث عن الهجوم المرتد السريع. جعفر عبيس وهناك خطأ لمصلحة نادي الكرخ. مهند قاسم أعطى مبدأ الفائدة، لكن ثم عاد واحتسب الخطأ. وصلت لأبو بكر جبريل، أبو بكر يلعبها لمجتبى، تمريرة مصلحة نادي الكرخ. وصلت لأحمد صلاح يلعبها مجتبى يلعب الكرة العرضية، طالت لكن لم تخرج، ما زالت لدى جعفر عبيس حسن محمد يحاول حسن خالد يحاول، مدافع يمين نادي الكرخ، لكن قطعت الكرة، البحث عن الهجوم المرتد السريع، لكن لاعبي نادي الكرخ قطع الكرة، وهناك خطأ لمصلحة نادي الحدود. أخطاء كثيرة في هذا اللقاء لغاية الآن، أخطاء كثيرة على الكرخ وعلى الحدود، وأيضا أخطاء على مستوى التمرير والاعتماد على الكرات الطويلة في بعض الأحيان سواء من الحدود أو من الكرخ. لم نشاهد الفرص الكثيرة والعديدة للفريقين، لكن محاولة نادي الكرخ كانت المحاولة الأخطر. تمريرة جعفر عبيس للوكاس دا سيلفا البرازيلي، لكن حارس مرمى وسام محمد أبعد الكرة، وأيضا الركلة الركنية الذي لعبها لاعب نادي الحدود حسين عبد الواحد، وأبعدها من على الخط الحارس حسين حسن. أحمد صلاح يحاول، لكن قطعت الكرة، حسين عبد الواحد عادت وقطعت أيضا من أحمد صلاح. نشاهد التمريرات المقطوعة، وأيضا هنا خطأ آخر لمصلحة نادي الحدود، مصلحة حسين جاسم الموسم الماضي كان مع نادي الديوانية، وهبط نادي الديوانية إلى الدوري الممتاز، وأيضا نتائجه ليست بالجيدة. نادي الديوانية في الدوري الممتاز بعد انطلاقته قبل أسابيع قليلة، يعني وصلنا للجولة الرابعة، تنافس كبير بصراحة في الدوري الممتاز سواء في المجموعة الأولى والثانية. الكرة العالية
قطعت من مشتبه لابو بكر، يعود لمشتبه من جديد، 1-2 ما بين ثنائي الجهه اليسرى لنادي الكرخ، تمريره اماميه لكن طالت وذهبت الى الخارج. رميه جانبيه لمصلحه نادي الحدود. كرار سالم، موسم آخر مع نادي الحدود، 9 جولات انقضت. أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والصدارة لنادي القوة الجوية برصيد 22 نقطة، والمركز الثاني لمصلحة نادي الشرطة برصيد 19 نقطة، ونفط الوسط في المركز الأخير، وأمارة بغداد في المركز 19، والكهرباء في المركز 18. بصراحة نادي الكهرباء لديه وجهين مختلفين، وجه آسيوي جميل جدا، وجه محلي شاحب، لكن نادي الكهرباء أعتقد سوف يعود في قادم المباريات. 8 مباريات لعبها نادي الكهرباء، هناك أيضا مباراة مؤجلة لنادي الكهرباء، لم يكن في أفضل حال. الكرة من اللاعب طبعا اللاعب المنافس من لاعب نفس الفريق، لكن حكم اللقاء احتسبها خلاص. ضربة حرة غير مباشرة، اوف سايد. تلعب الكرة بالراس من كرار سالم، وصلت لتالا لأبو بكر جبريل، لكن يقطعها كرار عالي باتجاه داكوستا ما زال يسيطر بالكرة، قطعت وايضا خطأ. يعني المباراة فيها اخطاء عديدة، خطأ لمصلحة داكوستا، ومهند قاسم ينبه تالا. 30 دقيقة أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراق، والتعادل السلبي، وهنا بطاقة صفراء على تالا، ديدير تالا الغاني، بطاقة صفراء ثانية تشهر على لاعبي نادي الكرخ. الأولى كانت على ويلسون أكابو، والثانية على تالا. شاهد هنا الإعادة، هل تستحق البطاقة الصفراء؟ أكيد هي تقديرات الحكم، لكن دخول قوي، لمس الكرة قبل أن يلمس اللاعب، لكن اعتبر دخول قوي. أتمنى أن نشاهد الإعادة منذ التمريرة، هل كانت التمريرة من اللاعب المنافس أم من لاعب نفس الفريق؟ بالسلام لداكوستا، وبطاقة صفراء أخرى. الجولة العاشرة، الكرخ والحدود، نفط البصرة وأربيل، نفط ميسان ونوروز، نفط الوسط والميناء، الشرطة والنجف، طلبة والكهرباء، قوة جوية ودهوك، فريق القاسم والكهرباء والزوراء وأمارة بغداد، وتختتم بلقاء النفط وزاخو. أكيد جميع هي اللقاءات مهمة جدا. هنا الإعادة من طبعا الكرة من الفريق المنافس وليس من لاعبي نادي الكرخ، وبالتالي لا وجود للتسلل، لحالة التسلل في هذه اللقطة. هنا تصويب بكر عطوان، الله، تصويب المسافة بعيدة، ما زالت لمصلحة نادي الحدود، والعرضية والكرة اصطدت وإلى ضربة ركنية. تصويبة جميلة من بكر عطوان، مثل ما ذكرت صاحب تصويبات قوية ومسافات بعيدة، شاهد تصويبة مركزة، لكن حسين حسن كان على الموعد وابعد الكرة الى الجانب. ضربة ركنية الان لمصلحة نادي الحدود، تلعب الكرة العالية، لوكاس بالراس، وهنا الابعاد، عادت من جديد لمنتظر عادل، يلعب الكرة العرضية، والكرة تصطد من جديد لمصلحة نادي الحدود. حسين جاسم يلعبها، وصلت دلاهي مع الكرة، محمد دلاهي، تمريرة إلى أحمد صلاح، البحث عن الهجوم المرتد، وقطعة الكرة لا وجد الخطأ. مهند قاسم قريب، هنا الكرة العرضية، المشاهد العرضية الآن من داكوستا، لكن داكوستا بروح رياضية يلعب الكرة للخارج، كون هناك لاعبي نادي الحدود ساقط على أرضية الملعب. وهنا الإعادة والكرة المشتركة ما بين أحمد صلاح وحسين جاسم. هنا التصويبة الجميلة
التصويبة الجميلة من باقر عطوان، تصويبة جميلة والتصدي أجمل لحسين حسن، تصويبة بمسافة بعيدة. هذا هو حسين حسن الذي بعد الكرة الأخيرة. بالسلامة بالسلامة للاعب حسين جاسم. بالسلامة لحسين جاسم الذي تلقى الإسعافات الأولية بعد الكرة المشتركة ما بين أحمد صلاح وحسين جاسم. نسبة نجاح التمريرات 83% للكرت، 79% لنادي الحدود. إبراهيم غازي رأسية داكوستا يسيطر على الكرة، لاعبي نادي الحدود وتصويبا إبراهيم غازي، لكن أيضا حسين حسن. الحدود الآن يشكل الأفضلية والخطورة. حسين عبد الواحد ان التصويبة بالقدم اليمين الغير مفضل لحسين عبد الواحد، لكن اصطدت حسين عبد الواحد، افتك الكرة، وهنا الكرة العرضية من جديد اصطدت وتعود لحسين عبد الواحد. حسين عبد الواحد بالذكاء يتحصل على ضربة ركنية أخرى. ضغط الآن من لاعبي نادي الحدود وتصويبات من خارج منطقة الجزاء. أولى كانت من بكر عطوان والثاني من إبراهيم غازي، لكن حسين حسن كان في المكان السليم والتصدي. هذا هو حسين حسن، أبعد 3 كرات خطيرة للحدود، وحدة ثابتة عن طريق ركنية حسين عبد الواحد وتصويبتين من باقر عطوان إبراهيم غازي. الآن ضربة ركنية لمصلحة نادي الحدود. وماذا هناك؟ مهند قاسم يتأكد من سلامة اللاعب. هنا تلعب الضربة الركنية، هنا الإبعاد الرأسي من اللاعب حسن محمد، واضح على الصورة حسن محمد، وابعاد للكرة بالرأس إلى الخارج. ضربة ركنية أخرى لمصلحة نادي الحدود. عادل نعمة تلعب من حسين عبد الواحد، حسين حسن ابعاد للكرة، وصلت لمنتظر عادل. يحاول المرور، قريب عليه ابو بكر جبريل، لا وجود للخطأ. مهند قاسم قريب على الحالات. هنا لعب الكرة الطويلة من البرازيلي لوكاس، وصلت لكرار سالم براسه للحارس وسام محمد يلعبها سريعا لمصلحة نادي الحدود. في الدقائق الأخيرة يشكل الأفضلية على مستوى الحيازة، على مستوى الوصول، على مستوى الخطورة، وخاصة تصويبات من خارج منطقة الجزاء، لكن اصطدم بحارس اسمه حسين حسن، وخاصة تصويبة باقر عطوان مسافة بعيدة، ولكن حسين حسن نجح بإبعاد الكرة. حسين جاسم إبعاد للكرة، وصلت يونس غني باتجاه أبو بكر جبريل، سيطر على الكرة أبو بكر، تمريرة لجعفر عبيس، لكن سيف كريم موجود في التغطية، والتفاهم لم يكن حاضرا ما بين الحارس وسام محمد وسيف كريم. وصلت وعادت لمصلحة نادي الكرخ. الآن المباراة أفضل، الآن الدقائق أفضل في هذا اللقاء، عكس البداية التي كانت مباراة بطيئة جدا. هنا تمريرة أمامية، أحمد صلاح نجح باللحاق بالكرة، لكن الكرة طالت ووصلت لمصلحة نادي الحدود. إبراهيم غازي تمريراته جميلة، وصلت لحسين عبد الواحد، تمريرة خلف مجتبى صالح، وصلت لداكوستا يحاول، لكن مجتبى صالح قطع الكرة، تعود لداكوستا البرازيلي لحسين عبد الواحد لدلاهي إلى عبد الواحد. حسين يمر لإكسندر يولي، شاهد السيطرة وعودة لاعبي نادي الكرخ جميعهم في النصف المخصص لنادي الكرخ. كرة الآن الأمامية، اعتماد على الهجمات المرتدة الآن لمصلحة نادي الكرخ، لكن تمريرة قطعت، وصلت لداكوستا وإلى الخارج من داكوستا.
رمية جانبية، رمية جانبية مصلحة نادي الكرخ. مجتبى صالح على لعب الرمية الجانبية، مجتبى يلعب الرمية الجانبية. سيف كريم، الكسندر يولي يقطع بالابعاد، وصلت مصلحة نادي الكرخ. ابو بكر جبريل داخل منطقة الجزاء، ابو بكر جبريل تمريرة جميلة لكن ممتاز من الكسندر يولي في اللحظة الأخيرة قطع الكرة، لكن البرازيلي عاد وافتك الكرة. هنا الرأسية، كرة خطيرة لمصلحة نادي الكرخ، وأحمد صلاح كاد أن يسجل هدف، لكن رأسيته مرت وذهبت إلى الخارج بجانب القائم الأيمن للحارس وسام محمد حارس مرمى نادي الحدود. نشاهد وجود 3 لاعبين من نادي الكرخ داخل منطقة نادي الحدود، 3 لاعبين، ابو بكر جبريل، احمد صلاح، وجعفر عبيس. شاهد التصويبات 6 الكرخ و5 الحدود. هذا هو جعفر عبيس مهاجم نادي الكرخ، جعفر عبيس الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء في مباراة التعادل مع النفط 2-2، وأيضا المباراة التي خسرها نادي الكرخ أمام كربلاء 1-2. شاهد كيف افتك الكرة وتخلص من الكسندر يولي. ركلة مرمى الآن لمصلحة نادي الحدود. 5 دقائق متبقية على عمر الشوط الأول، عاد الوقت المحتسب بدلا عن الضائع. كم سوف يعطي مهند قاسم؟ أعتقد 3 دقائق. كرة الأمامية، أبو بكر جبريل ووسام محمد على طريقة اللاعب الليبرو، وابعاد الكرة إلى الخارج. مثل ما ذكرت مباريات الحدود والكرخ والكرخ والحدود دائما ما تكون فيها الأهداف حاضرة، في مباريات الفريقين. هذا الكرخ سجل 12 هدف والحدود سجل 16 هدف، 28 هدف في 14 لقاء سابق ما بين الفريقين، يعني كل مباراة فيها هدفين. وهنا المحاولة لعب الكرة الخلفية، لكن ابعاد للكرة من دفاعات نادي الحدود. حسن محمد، حسن يلعبها لتالا، تالا لويلسون كابو. بعد سيطرة لنادي الحدود عاد الكرخ ليسيطر على الكرة. لوكاس تمرير جميل لأحمد صلاح، لكن ابعاد الكرة من سيف كريم إلى ضربة ركنية لمصلحة نادي الكرخ. دائما مباريات نادي الحدود والكرخ دائما تشهد الأهداف، مباراة وحيدة كانت سلبية. أحد لاعبي نادي الحدود يغادر الملعب. ضربة ركنية الآن، تم إجراء التبديل. ماذا؟ يونس غني يلعب الضربة الركنية، لكن ابعاد الكرة وصلت لابو بكر جبريل يلعب الكرة العرضية باتجاه جعفر عبيس اللي سيطر على الكرة. جعفر عبيس ما زال يحتفظ بالكرة، وصلت لمجتبى لتالا، تمريرات قصيرة لمصلحة نادي الكرخ. تالا يتقدم، تالا يحاول التمرير لكن قطعت الكرة. البحث عن الهجوم المرتد لمصلحة نادي الحدود، تمريرة أمامية باتجاه إبراهيم غازي. صعبة على إبراهيم غازي الذي يطالب من كرار سالم أن يلعب الكرة على الصدر وليس على الرأس حتى يسيطر عليها. طالت هي على إبراهيم غازي، والآن وصلت لمصلحة نادي الكرخ. خروج الكسندر يولي الذي تعرض للإصابة، ودخول اللاعب فوستين يدخل بديلا من الكسندر يولي. وسام محمد يلعب لحسين جاسم،
حسين عبد الواحد، حسين لكن ضغط من تالا وافتك الكرة. يونس غني باتجاه ابو بكر جبريل، ابو بكر جبريل قريب عليه كرار سالم الذي يبعد الكرة مجتبى، ايضا داكوستا ضاغط على مجتبى والى الخارج من مجتبى صالح حاول تمرير الكرة لكن الى الخارج. الكسندر يولي الذي غادر بسبب اصابة على مستوى الركبة. شاهد كيف يتم مهند قاسم يتكلم مع ويلسون أكابو وعدم الاعتراض والنقاش في قرارات حكم اللقاء. تعادل سلبي لغاية الآن، وندخل الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول. كرار سالم يلعب الرمية الجانبية باتجاه داكوستا لكن تقطع من حسن محمد. الكرة الآن خرجت لمن؟ الكرة خرجت لمن؟ شاهد مهند قاسم يطلب من اللاعبين عدم النقاش. هذا هو مهند قاسم حكمنا الدولي المتميز. رمية جانبية الآن لمصلحة نادي الحدود، يجب أن تلعب من مكان خروجها. كرار سالم يلعب الرمية الجانبية كرار داكوستا لكن ابعاد للكرة وصلت لتالا. يونس امامية لابو بكر جبريل لكن اقرب فوستين يلعب الكرة العالية فوستين. ويلسون أكابو براسه وصلت لمن؟ منتظر عادل داخل منطقة جزاء يبحث عن زاوية التصويب، ما زال يحتفظ بالكرة لكن الكرة طالت وقطعت من البرازيلي وتمريرة لم تصل بسبب وقوع اللعب. تصويبة من باقر عطوان يجرب حظه في مرة أخرى من مسافة بعيدة، لكن هذه المرة مرت من جانب القائم الأيسر للحارس حسين حسن. شاهد التصويبة من مسافة بعيدة لكن مرت من جانب القائم الأيسر لمرمى نادي الكرخ. 3 دقائق كوقت محتسب بدلا عن الضائع مثل ما ذكرت. 3 دقائق سوف يضيف بسبب توقف المباراة كثيرا في الشوط الأول. بالسلام للاعب أبو بكر جبريل الذي أيضا ساقط على أرضية الملعب، أيضا إصابة على مستوى الركبة. ونعرف إصابات الركبة من الإصابات الخطيرة في الملاعب الرياضية، ليس فقط في لعبة كرة القدم إنما حتى في باقي الألعاب. يعني أي رياضي لا يتمنى أن يصاب بالركبة كونه مفصل مهم جدا. بروح رياضية حسين عبد الواحد يلعب الكرة للحارس حسين حسن. على لعب الكرة الطويلة حسين حسن، كرة عالية وابعاد الكرة من حسين جاسم الى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي الكرخ. شوط اول بدايته كانت غير جيدة لكن بعدها شاهدنا اداء جيد من الفريقين. من المحاولة لوكاس 1-2 وصلت لاحمد صلاح. هل كان في موقف التسلل؟ احمد صلاح يلعب الكرة العرضية هنا راسية تالا لكن ضعيفة والى الخارج. نعم احمد صلاح كان في موقف التسلل. لا أعرف لماذا تأخر الحكم. نعم هي اللقطة واضحة جدا وعلى خط واضح، لماذا تأخر الحكم حتى انتظر قرار من الفار. هذا هو حسين عبد الواحد. الأوف سايد، التسلل 3 على الكرخ لا شيء للحدود. سيف يلعب لحسين جاسم. حسين جاسم يلعب الكرة الطويلة مجتبى بالرأس. ديلاهي مع أبو بكر جبريل وصلت لجعفر عبيس. مع كرار سالم وهناك خطأ.
هناك خطأ لمصلحة نادي الكرخ، أو الحكم يعطي مبدأ الفائدة. الكرة لمست يد كرار سالم، يعطي مبدأ الادفانتج. الرأسية من حسين جاسم. يحاول لاعبي نادي الكرخ أن يخطفوا هدف في الوقت المحتسب بدلا عن الضاع، لكن خلاص حاكم اللقاء مهند قاسم ينهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين الكرخ والحدود هنا في ملعب الكوت في افتتاح الجولة العاشرة. أحبتي المشاهدين لا تذهبوا بعيد، استراحة قصيرة ونعود إليكم. سينما إلى أمنت ما صماطة الكل ناشي وكل رايانه. وإلى أمنة دماصة خاوش كل أمنة جو خك ما صاقته وخك مقاهي خزيت تخاف الماء كي دقر قريانة تترك تاوي. وخكمة فيلمة كي بيشي جو تخمنياتن ولياتي لنشايا. بينما الزوراء على ملعبه لعب مباراتين، هذه هي الثالثة، وخسر في بداية الموسم من نادي شمالي آخر هو نوروز. انطلاقة من سجاد، جول للنوارس قوقية زورائية ومعروف المدارس باسم النوارس. هدف أول حضرها وقشرها بشكل ممتاز. شوف سجاد، الله الله الله، سجاد وحسن عبد الكريم بهدف جميل وفي المكان السليم. هدف أول للزوراء للنوارس في مرمى طبعا صقور الجبال. نورس سجل في مرمى صقر باللقطة الماضية. ركلة جزاء محمد صالح، أوباري ثاني للنوارس، أوباري بمرمى محمد صالح. كولينز أوباري النيجيري الأفريقي بمرمى هوك. ثاني للزوراء، ثاني للزعيم، ثاني للمدرسة. الزوراء 2 دوك لا شيء. علي محسن لكولينز، أوباري خطيرة لأحمد جلال، جول للزوراء للنوارس. لاحظ الانطلاقة لكن العمل لعلي محسن. أوباري، جلال البديل، حسن عبد الكريم للزعيم في المكان السليم. ثالث للزوراء، ثالث للنوارس، ثالث الأهداف طبعا للمدرسة. يلعب عرضية خطرة هذه بالراس، جول. فلاح عبد الكريم يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 15 من عمر اللقاء. وبالتالي شوفها بالإعادة، تأخر علينا المخرج. شوف هذا اللاعب اللي هو بريمل كان متأخر مع انطلاق الكرة، وبالتالي لعبها فلاح برأسية. شوف الكرة من اللاعب بيريجيان ميسوكي،
ورأسية من فلاح على يمين الحارس عبد الرحمن محمد. تعلن تقدم القاسم على الحدود بأول أهداف المباراة عن طريق فلاح عبد الكريم. كرة ارتدت من حيدر ماجد، مقطوعة وتسديدة، جول! كرة جميلة جميلة من إبراهيم غازي، يسجل هدف الشخص الرابع هذا الموسم بالدقيقة 30 من عمر المباراة. بالدقيقة 30 من عمر المباراة اللاعب إبراهيم غازي. شوف الكرة من جديد، شوف من خارج منطقة الجزاء، تسديدة رائعة إلى يعني باعتقادي أحمد شاكر يتحمل مسؤولية هذا الهدف. أحمد شاكر يتحمل مسؤولية هذا الهدف. شوف الكرة ومرت إلى سقف المرمى وأدرك من خلالها إبراهيم غازي اللاعب اللي لعب لدهوك واللي قادم من نوروز. وشوف الكرة تسديدة من بعيد وهدف التقدم من ركلة حرة يلعبها اللاعب بيرجيان بيسوكي ويسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك نادي أربيل، يسجل في شباك نادي الحدود بعد أقل من دقيقة. شوف الكرة اللعبت وكرة وإبراهيم يلعبها إلى سقف المرمى. شوف بحركة لعب جميلة يدرك من خلالها التقدم أو التعادل لفريق الحدود. كرة حلوة من إبراهيم غازي يسجل من خلالها هدف الشخص الثاني في المباراة والخامس إلى ليقفز إلى وصافة الهدافين. كرة جول، جول، هاتريك هاتريك هاتريك. لا اللي سجل اللاعب رقم 18 حسين جاسم من ركلة حرة. شوف الكرة ترتطم وتعانق الشباك وحسين جاسم يسجل هدف جميل يسجل حسين وتمر من بين المدافع والمهاجم إبراهيم غازي، وحسين جاسم بيسارية ترتطم بالمدافع وتعانق الشباك ويعلن تقدم الحدود ب3 أهداف مقابل هدفين لفريق القاسم. هدف التقدم بالدقيقة 2 من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 47. حسين جاسم لاعب الديوانية السابق يحرز هدف التقدم. عالية الكرة خطرة هذه لكن مرت إلى الحارس وتسديدة ترتد من الدفاع. بعدها خطرة وجول، جول! سيف الدين ظاهر يعادل الكفة بالدقيقة 75 من عمر المباراة. سيف الدين ظاهر يعادل الكفة بالدقيقة 75 من عمر المباراة. خلينا نشوف اللاعب، خلينا نشوف سيف الدين ظاهر البديل يعادل الكفة بالدقيقة 75. يتوغل ويلعب كرة بيساره إلى داخل الشباك ويحرز هدف التعادل. شوف الكرة ارتدت وسيف الدين يستحوذ عليها ويلعبها إلى سقف المرمى ويدرك التعادل لنادي القاسم. 3 القاسم 3 الحدود. مباراة ب6 أهداف وأول مرة نشاهد تعادل ب3 أهداف. سيف الدين ظاهر. هل يتمكن علي كاظم من إنقاذ ركلة الجزاء المحتسبة للشرطة؟ مواس يتقدم، المواس يسجل لفريق الشرطة هدف أول للإثارة الخضراء. المواس يسجل للشرطة هدف أول في مرمى زاخو، وهنا فرحة جماهير الشرطة بهدف أول الدقيقة 36. الشرطة يفتتح التسجيل في مرمى زاخو من ركلة جزاء محتسبة، والمواس يضع الحارس على اليمين والكرة على اليسار، والشرطة يعلن عن افتتاح التسجيل عن طريق المهاجم والهداف محمود المواس بهدف أول. لاحظ الإعادة ولاحظ التمريرة اللي كانت عن طريق إدريس نيانغ واصطدت بباتريك مارسيلينو، وبعد ذلك محمود المواس يضعها بكل ثقة على يسار حارس المرمى علي كاظم ليعلن عن افتتاح التسجيل لفريق الشرطة. 1 الشرطة لا شيء لزاخو. فريق الشرطة هذا أحمد يحيى يحاول يمر من أمام لاعبي زاخو، محاصر بسيلفا سانتوس وايضا هنكاو محمد، ويمر بشكل ممتاز. واحمد يحيى ثاني
جول ثاني القيثارة يسجل هدف ثاني عن طريق السنغالي هدف الثاني له خلال هذا الموسم. إدريس نيانغ بعد ما سجل في مرمى أمانة بغداد الآن يسجل في مرمى زاخو، وإدريس نيانغ يضع هدف ثاني بتمريره ولا أروع عن طريق اللاعب أحمد يحيى مدافع اليسار، واستقبال أكثر من رائع عن طريق إدريس نيانغ اللاعب السنغالي يسجل ثاني أهداف الشرطة. لاحظ الإعادة، لاحظ المرور، أحمد يحيى مر من أمام اثنين للاعبي زاخو وهيأ كرة داخل منطقة الست ياردات، واستقبال من إدريس نيانغ، وأحمد ناظم كان قريب لإدريس نيانغ لكن إدريس يسبق أحمد ناظم ويضعها في المرمى ليعلن فريق الشرطة تسجيل هدف ثاني في مرمى زاخو. الشرطة يسجل هدف ثاني في مرمى زاخو وعن طريق السنغالي. السوري سجل من ركلة جزاء في الشوط الأول، والشوط الثاني السنغالي يضع فريق الشرطة بهدف ثاني. انقطعت من حيدر وتمشي من علي يعيد هذه الكرة من محمد، محاولات مستمرة والبحث عن هدف أول يا ليث. تحسين 4 دقائق كوقت إضافي. جول أول بوقت قاتل. نعم، يأتي أول أهداف المباراة، الهدف القاتل في الوقت القاتل. أسود العاصمة تزهر الأسود بملعب الأمانة بالهدف الأول بالمباراة بعد محاولات استمرت. جاء الهدف الأول يفاجئ الجميع ويفاجئ باسم قاسم. جاسم يسجل الهدف الأول في المباراة بالوقت القاتل بالوقت الإضافي. شاهد هذه تمريرة كرار علي، لكن جاسم نعم يأتي من الخلف ويفاجئ المدافعين ويخطف الكرة ويسجل أول أهداف المباراة. جاسم محمد بعد معاناة الانتظار. جول! هو المبدع المتألق عبد القادر طارق يسجل الهدف الأول برأسية خاطفة، برأسية بالدقيقة 35. عبد القادر طارق يسجل هدف المباراة الأول لكربلاء ولا أروع. لاحظ كرة رائعة من عبد القادر طارق. شوف الرأسية على الطاير يلعبها إلى سقف المرمى ويحرز هدف التقدم الأول من كرة رأسية جميلة ولا أجمل ولا أروع لعبد القادر طارق. بهين عرضية وتبعد من ويلسون، تعود إلى مصطفى راضي، يتركها للمدافع محمد وبالرأس مرة أخرى خطرة. جول أحمد خالد. انتهت ال 45 دقيقة، راح نلعب بالوقت المحتسب بدل ضايع. شوف الكرة، شوف رأسية من عبد القادر ومتابعة من أحمد خالد عانقة الشباك. متابعة، انطلق من خلف المدافعين. شوف انطلق ومجتبى كان متأخر، وبالتالي إلى سقف المرمى ويعلن تقدم كربلاء بهدف ثاني. 2 كربلاء لا شيء الكرخ. أحمد صلاح جعفر عبيس على التمرير، شديد. جول يقلص من خلاله جعفر عبيس النتيجة بالدقيقة 83 من عمر اللقاء. جعفر عبيس يقلص النتيجة بالدقيقة 83 من ركلة جزاء. بالدوري العراقي من ركلات الجزاء الترجيحية من أربيل، محمد سامي يتقدم ويسجل جول لنوروز. نوروز يسجل عن طريق محمد سامي. هدف أول من ركلة جزاء محتسبة لفريق نوروز على حساب الكهرباء، والدقيقة 16 محمد سامي يضع هدف أول لنوروز ويضع الحارس
على اليسار والكرة على اليمين، وهدف أول لنوروز في مرمى الكهرباء أمام فرحة جماهير نوروز، أمام فرحة جماهير نوروز. صعب جدا الكهرباء. لاحظ الإعادة وبذكاء محمد سامي يضع عمار علي على اليسار فوق العارضة الأفقية. التعادل، جول للكهرباء. دينيس يسجل هدف التعادل لفريق الكهرباء في مرمى نوروز، في مرمى نوروز. لاحظ الإعادة ودينيس هياها بشكل ممتاز، مر من أمام لاعبي فريق نوروز وسدد على يمين حارس المرمى محمد رحيم ليعلن عن هدف تعادل لفريق نوروز. هياها لهمام وهمام سددها. هنا الكرة العرضية خطيرة، الله، جول الموج الأزرق. هدف للقوة الجوية، هذه أنصار الأزرق. شوفوا الإعادة، الكرة كان فيها إبعاد والمتابعة، الله عليك يا سعد عبد الأمير. وبالتالي بباطن القدم اليمنى علي جاسم، أيمن للأمام، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء والدفاع يخطأ. علي سدد، أيمن، جول، الله، ظهر أيمن، خلصها أيمن. مدافعي نادي أربيل، شوفوا الإعادة، أدامة المالي يخطأ بالعودة واستغل الخطأ علي جاسم، وبالتالي علي جاسم سدد. الكرة كانت ضعيفة وتابعها صح، هو حطها صح أيمن حسين ليتقدم من خلال هذه المباراة بالهدف الثاني مقابل هدف واحد. أكبر فوز للقوة الجوية بتاريخ لقاءات الفريقين. علي جاسم، علي الله، ومر مرور الكرام، وبعد ذلك بالقدم. الإعلام العراقي نحييكم مجددا، وأحداث الشوط الثاني ما بين ناديي الكرخ والحدود. تركنا الشوط الأول سلبي في النتيجة من دون أهداف. الآن الشوط الثاني نتمنى أن يكون الأداء أفضل وأن تشهد دقائق هذا الشوط الأهداف، وخاصة اللقاءات السابقة بين الفريقين دائما ما تكون مليئة بالأهداف. هنا صافرة الحكم الدولي مهند قاسم، ويساعده كرار عبد الكريم مساعد أول، والحكم الثاني صفاء جاسم، والحكم الرابع علاء سلام، وحكام الفار مهند مناف ويساعده علاء عباس. لم نشاهد أي تغييرات ما بين الشوطين سواء للكرخ أو لنادي الحدود، نفس الأسماء التي بدأت اللقاء لغاية الآن موجودة في بداية هذا الشوط الثاني. نادي الحدود وسام محمد في حراسة المرمى، كرار سالم، الكسندريول، حسين جاسم، سيف كريم في خط الدفاع. خط الوسط محمد دلاهي، باقر عطوان، داكوستا، حسين عبد الواحد، منتظر عادل، والمهاجم ابراهيم غازي. اما تشكيله نادي الكرخ حسين حسن في حراسة المرمى. خط الدفاع ويلسون اكابو، حسن محمد، حسن خالد، ومجتبى صالح. اما خط الوسط لوكاس دا سيلفا وديدير تالا، يونس غني، واحمد صلاح. المهاجمين ابو بكر جبريل وجعفر عبيس. احمد صلاح كابتن الفريق، فريق نادي الكرخ. تلعب الرمية الجانبية. هل نشاهد اهداف في هذا الشوط ام يستمر التعادل السلبي؟ صعب جدا ينتهي التعادل السلبي، خاصة بعد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شاهدنا فيها الإثارة وشاهدنا هجمات متبادلة للفريقين سواء للحدود، وخاصة عن طريق التصويبات من مسافات بعيدة عن طريق باقر عطوان وأيضا إبراهيم غازي، وأيضا الهجمات المنظمة من نادي الكرخ. أحمد صلاح من جهة اليسار يبدأ يلعب لمجتبى صالح، مجتبى صالح يلعب الكرة العرضية لكن الإبعاد من فوستين المدافع الذي دخل قبل نهاية الشوط الأول بسبب إصابة الكسندريولي. فوستين من رواندا. وسام محمد توجيهاته مستمرة للاعبين والمدافعين. ضربة ركنية في بداية الشوط الثاني لمصلحة نادي الكرخ. تقدم حسن خالد،
نشاهد ايضا ديدير تالا اللاعب الكاميروني. مجتبى صالح على لعب الضربه الركنيه، وهنا مهند قاسم والصافره. يطلب من اللاعبين الهدوء. مجتبى يلعب الضربه الركنيه عاليه على القائم الثاني، وهنا التصويبه لكن الى الخارج، الى الخارج من جعفر عبيس. حاول لعب الكره على الزاويه البعيده لكن الى الخارج. ركله مرمى، ركله مرمى جعفر عبيس الذي سجل 3 أهداف في هذا الموسم. نتكلم عن تسجيله لركلتي جزاء، وايضا سجل في مرمى نادي الكهرباء. هنا الرأسية لكن طالت من داكوستا السنغالي. داكوستا اسم برازيلي لكن الجنسية السنغالية. مجتبى على لعب الرمية الجانبية. مجتبى يلعب الرمية الجانبية، رأسية أبو بكر جبريل، وصلت لأحمد صلاح. أحمد صلاح من جهة اليسار يحاول المرور. أحمد صلاح قريب عليه فوستين. أحمد صلاح تمريرة لمن؟ لمجتبى ويونس غني لكن أبعدت الكرة. وهنا البرازيلي، وهنا تصويبة سهلة لدى الحارس وسام محمد، بإيده وسام لحسين جاسم. حسين جاسم تمريرة لمنتظر عادل. منتظر عادل يحاول المرور. منتظر تمريرة لحسين جاسم المتقدم من جهة اليسار. حسين لكن تغطية دفاعية موجودة، تغطية دفاعية موجودة في اللحظة المناسبة من حسن خالد، وابعاد للكرة لا ضربة ركنية لكن هجمة منسقة تماما. لكن شاهد التكلينج الجميل من حسن خالد والابعاد الكرة من امام حسين جاسم بتوقيت ممتاز جدا من اللاعب حسن خالد. ضربة ركنية الان، باقر عطوان على لعب الضربة الركنية. مهند قاسم يطلب من لاعبين الاحتياط ان يذهبون خلف المرمى. مهند قاسم يعطى الاذن لباقر عطوان لعب الضربة الركنية. تلعب من باقر عطوان لكن الرأسية من مجتبى صالح، والابعاد بالراس مرة ثانية من يونس غني. هنا سيف كريم والى الخارج. سيف كريم حاول لعب الكرة لكن بعيدة والى الخارج. الى الخارج. ركلة مرمى، ركلة مرمى لمصلحة نادي الكرخ. حسين حسن يلعب الكرة الطويلة وايضا الى الخارج من حسين حسن حارس مرمى نادي الكرخ. رمية جانبية هذه المرة لمصلحة نادي الحدود. حسين جاسم يلعبها، اصطدت والى الخارج. رمية جانبية هذه المرة لمصلحة نادي الكرخ، لمصلحة حسن خالد. حسن خالد على لعب الرمية الجانبية يلعبها والى سيف كريم، ايضا ابعاد له رمية جانبية اخرى. 3 رميات جانبية في اقل من دقيقة. اكيد كلما يتوقف اللعب تقل المتعة والإثارة. رمية جانبية لمصلحة نادي الكرخ هذه المرة. مهند قاسم لا أعرف لماذا لمن يتحدث وعلى ماذا يتحدث، لكن على يد الحديث مع أحد الأشخاص خارج المستطيل. الكرة داخل منطقة الجزاء لكن إبعاد، وصلت لتالا. تالا إلى حسن في المنتصف ليونس غني. يونس غني لتالا. تمريرات قصيرة جميلة لمصلحة نادي الكرخ من جهة اليمين. هل طالت الكرة؟ الكرة طالت، نعم الكرة طالت وإلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي الحدود. حسين جاسم
على تنفيذ الرمية الجانبية. تلعب الرمية وصلت لمصلحة نادي الحدود، البحث عن الهجوم المرتد حسين عبد الواحد، لكن ايضا قطعت الكرة وصلت لتالا، تالا ابو بكر جبريل. الله 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 الله، لقطة جميلة من المسدد ومن الحارس من ابو بكر جبريل لاعب النيجر ووسام محمد الذي ابعد الكرة باليد العكسية، باليد العكسية. حلوة من الحارس وسام محمد الذي ابعد الكرة لا ضربة ركنية، لكن ابو بكر جبريل حاول يلعب الكرة في الزاوية الصعبة، وسام محمد وابعادها لا ضربة ركنية. يونس غني يلعب الضربة الركنية عالية، سعيف كريم ابعاد الكرة وصلت لمن؟ لأحمد صلاح. أحمد صلاح يعود بالكرة إلى الخلف لمجتبى صالح، مجتبى صالح لحسن، كرة مقطوعة، البحث عن الهجوم المرتد، هجمة مرتدة خطيرة لمصلحة داكوستا السنغالي، والعرضية مرت من أمام منتظر عادل. داكوستا لم يحسن التصرف، أسد الترنجة مع الحدود لم يتعامل مع الكرة بشكل مثالي، والكرة إلى الخارج، ركلة مرمى لمصلحة الكرخ. أكيد عادل نعمة زعلان، أكيد عادل نعمة زعلان. وهنا التصويبة الجميلة والتصدي الأجمل من وسام محمد حارس مرمى نادي الحدود. الحدود حافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة فقط، 9 مباريات 8 مباريات شباكه تلقت الأهداف فقط في مباراة النفط الذي فاز فيها الحدود بهدفين مقابل لا شيء، سجل الهدفين إبراهيم غازي. أما باقي المباريات شباكه تلقت أهداف، ولغاية الآن دقيقة 55 لم يتلقى الأهداف إلا إذا كان هناك كلام آخر لاعبي نادي الكرخ. لكن مرت الكرة من أمام جعفر عبيس، ابو بكر جبريل دخل منطقة الجزاء ولعب الكرة العرضية. هنا التمريرة الجميلة كانت من اللاعب أحمد صلاح باتجاه ابو بكر جبريل، لكن عرضية ابو بكر جبريل بعيدة عن جعفر عبيس. جعفر عبيس كان متأخر بعض الشيء، والكرة ذهبت إلى ركلة مرمى. تلعب من وسام محمد عالية، رأسية إبراهيم غازي، لكن الإبعاد من حسن خالد، خطأ لمصلحة نادي الكرخ على حسين جاسم، لمصلحة هذا البرازيلي لوكاس لدارسون دا سيلفا. ويلسون أكابو يلعبها لحسن محمد. حسن محمد أخطأ بكرة كادت أن تسبب بهدف لمصلحة نادي الحدود. أكيد دائما أخطاء المدافعين والحراس تكلفتها باهظة. كرار سالم على لعب الرمية الجانبية، 10 دقائق. أحبتي مشاهدي قنوات شبكة إعلام العراقي، والتعادل السلبي حاضر ما بين الكرخ والحدود في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق 23-24. حسين عبد الواحد يسيطر على الكرة، يلعبها باتجاه منتظر عادل، لكن أكابو موجود في التغطية. وصلت الآن للوكاس البرازيلي ابن السامبا دا سيلفا، تمريرة قطعت وعادت له، يحاول المرور، تلعب أحمد صلاح يغير اللعب لجهة اليسار، هل يلحق بالكرة؟ مجتبى الحق بالكرة، يلعبها لأبو بكر جبريل، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، أبو بكر جبريل يلعبها لمجتبى، تصويبة لكن في المكان المناسب للحارس وسام محمد. مجتبى صالح الذي لعب كرة جميلة، لحق بالكرة، لعب كرة جميلة لأبو بكر جبريل، وأبو بكر جبريل عادوا لعب الكرة لمجتبى صالح. مجتبى صالح تصويبة قوية لكن في أحضان الحارس. الكرة أتت في المكان الذي يقف فيه حارس المرمى. لوكاس الكرخ أخطر في الشوط الثاني في ال10 دقائق التي مضت. نشاهد المحاولات، جعفر عبيس يحاول لكن تقطع من فوستين الرواندي، عادت لإبراهيم غازي، تمريرة جميلة، السنغالي داكوستا، انطلق داكوستا، صوب داكوستا،
إلى الخارج. هجمة مرتدة خطيرة من السنغالي، الوضع على الصورة داكوستا الذي لعب الكرة بعيدا جدا عن مرمى حسين حسن. داكوستا نهاياته غير جيدة، تعامله مع النهايات غير جيدة، يعني كان بالإمكان يتعامل مع الكرة أفضل من هذا التعامل. داكوستا للمرة الثانية يضيع هجمة مرتدة كان من الممكن أن تكون هدف لمصلحة نادي الحدود. اللاعب المحترف يجب أن يكون إضافة ولا يخطأ في التمريرات، لا يخطأ في التعامل مع الكرة، لكن هذه هي كرة القدم، هي لعبة أخطاء. أحمد صلاح الذي يلعب على جهة اليسار في هذا الشوط. يونس غني تغيير اللعب تماما هناك لجهة اليمين باتجاه المنطلق. حسن مع الكرة يحاول المرور. حسن تمرير البرازيلي لوكاس العرضية وصلت لأحمد واصطدت بوسام من جديد لأحمد. يا الله، هجمة على مناسبتين، هجمة على مرحلتين. المرحلة الأولى تصدى لها وسام محمد، والمرحلة الثانية أحمد صلاح لعبها فوق العارضة. شوط ثاني بدايته أجمل وأفضل بكثير من بداية الشوط الأول التي كانت بداية غير جيدة بالمرة. لكن في هذا الشوط نشاهد الأداء، الهجمات المتبادلة ما بين الفريقين، لكن الخطورة للكرخ. هنا المحاولة وصلت لنادي الحدود، يحاول منتظر عادل هناك من جهة اليسار. منتظر عادل يلعبها لحسين جاسم، يلعب الكرة العرضية العالية باتجاه داكوستا سيطر على الكرة، قريب عليه مجتبى صالح وابو بكر جبريل. داكوستا تمريرة للخارج من داكوستا، رمية جانبية. عادل نعمة، توجيهات مستمرة، دائما ما يتواصل مع لاعبيه من خلال التوجيهات. مجتبى صالح، ظروف الفريقين متشابهة، الفريقان آخر 3 مباريات لم يحققا الانتصار. الكرخ خسر مباراة وتعادل في 2، والحدود خسر 2 وتعادل في 1. لكن الحدود شباكة تلقت 10 أهداف في آخر 3 مباريات، يعني الحدود وفي 9 جولات دخلت شباكة 15 هدف، لكن فقط في 3 جولات، تكلم عن الجولة 7 و8 و9 10 أهداف، يعني في 3 مباريات 10 أهداف، وفي 6 مباريات 5 أهداف. يعني الجولات ال3 الأخيرة للنسيان بالنسبة لنادي الحدود كإدارة، ككادر تدريبي، ككادر إداري، وأيضا كلاعبين. أخطاء كثيرة، وخاصة المباراة الأخيرة أمام الشرطة. الحدود لم يكن في أفضل حالاته وخسر 0-4. جعفر عبيس يحاول، قريب عليه سيف كريم. جعفر عبيس، لكن سيف كريم يقطع الكرة إلى الخارج. هذا هو سيف كريم وهذا جعفر عبيس. الحيازة ما زالت لمصلحة نادي الكرخ. 55 مقابل 45 للحدود. الكرة العرضية والابعاد من وسام محمد. سيف كريم تمريرة على باتجاه داكوستا، لكن مجتبى قطع الكرة ليونس غني. يونس غني ما زال يحتفظ بالكرة، البحث عن الكرة العرضية من يونس غني، يلعب الكرة العرضية ابو بكر جبريل. متابعة هذا الحارس وسام محمد لرأسية ابو بكر جبريل، شاهد الرأسية على الزاوية البعيدة، لكن متابعة للكرة من وسام محمد، وابعاد الكرة الى ضربة ركنية لمصلحة نادي الكرخ. الكرخ يشكل أفضلية، يشكل الخطورة من خلال صناعة المحاولات والفرص الخطيرة على مرمى نادي الحدود. والحدود الذي يكتفي بالكرات المرتدة، لاحت له كرتين مرتدتين عن طريق السنغالي داكوستا، لكن لم يفلح بالتعامل معهما وأضعهما أسد الترنجة. الآن ضربة ركنية لمصلحة نادي الكرخ. يونس غني على لعب الضربة الركنية. يونس غني يلعب الضربة الركنية، لكن الإبعاد من فوستين
عادت لمصلحة حسن محمد. حسن محمد هل يصوب؟ صوب حسن محمد، لكن تصويبه غير جيدة وبعيدة عن مرمى نادي الحدود. هذا هو حسن محمد الذي صوب الكرة الأخيرة، لكن بعيدة وبعيدة جدا عن المرمى. إبراهيم غازي صاحب ال7 أهداف، هداف نادي الحدود. هنا الرأسية من تالا أمامية باتجاه جعفر عبيس. جعفر أو هذا أحمد، لا جعفر، نعم جعفر عبيس. تمريرة لأحمد صلاح، لتالا، لأحمد صلاح، لمجتبى، لتالا، مثلث جميل، نقلات جميلة. كرة الآن رأسية وصلت لمن؟ لباقر عطوان. باقر عطوان ما زال يحتفظ بالكرة. باقر يلعبها لحسين جاسم. حسين جاسم هناك من جهة اليسار. حسين يؤخر، يلعب الكرة الخلفي. دلاهي تمريرة طويلة، لكن رأسية حسن عادت لمنتظر عادل، وأيضا ابعاد الكرة من حسن محمد مرة أخرى. كرة عالية، فوستين يفشل في الترويض، لكن طالت على جعفر عبيس. كرات الآن عشوائية ما بين لاعبي الفريقين. في الأخير وصلت لجهة اليمين نادي الحدود لكرار سالم، أمامية لحسين عبد الواحد. حسين عبد الواحد ما زال يحتفظ بالكرة، قريب عليه أبو بكر جبريل، يضطر بالعودة كرار أيضا يعود بالكرة لفوستين الرواندي، يلعبها لوسام محمد، يلعب الكرة الطويلة هنا للبرازيلي لوكاس، لكن طالت على لوكاس إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي الحدود. تبديلين دفعة واحدة لعادل نعمة. حسين جبار وعلي كريم محمد. حسين عبد الواحد، تمريرة مقطوعة وصلت لمجتبى لتالا. ليونس غني، خلص من باقر عطوان، يلعب الكرة هناك لجهة اليمين لمصلحة نادي الكرخ. لوكاس تخلص لوكاس مع حسين جاسم. لوكاس يلعب الكرة العرضية، لكن تقطع من فوستين. قطعت من فوستين وحسين جاسم، وابعاد الكرة وخطأ على اللاعب حسن خالد. بعد الكرة من منتظر عادل. تبديل الآن حسين جبار بديلا لباقر عطوان. خروج باقر عطوان ودخول حسين جبار. باقر عطوان الذي صوب كرة جميلة كانت في الشوط الأول، لكن أبعدها حسين حسن. يتدخل الآن الكادر التدريبي لنادي الحدود، وتبديلين دفعة واحدة، وأيضا خروج حسين عبد الواحد ودخول علي كريم محمد وخروج حسين عبد الواحد، يعني مركز بمركز. طبعا نادي الحدود يمتلك لاعبين بنفس الاسم، علي كريم محمد رقم 99 وعلي كريم حسين رقم 18. ابعاد الكرة من حسن، رمية جانبية لمصلحة نادي الكرخ ولنادي الحدود. تلعب رمية جانبية، يونس غني يلعبها لأبو بكر جبريل، مع الكرة ليونس لمجتبى. تمريرة لمصلحة نادي الكرخ الذي يبحث عن انتصار بعد 3 جولات بدون انتصار. نفس الحال نادي الحدود، مباراة البحث فيها عن الفوز، خاصة الفريقين. الكرخ مركز ثاني 10 نقاط، والحدود بالمركز الثامن 12 نقطة. يعني الكرخ إذا فاز سوف يصل إلى النقطة 13 ويصل إلى المركز الثامن بانتظار باقي النتائج. هكذا مباريات، هي مباريات ال6 نقاط. هنا التمريرة الجميلة وصلت لأبو بكر جبريل، كرة هنا التصويبة جعفر عبيس، وتصويبة ضعيفة كانت، لكن هجمة جميلة
فيها تمريرات جميلة وصلت لجعفر عبيس، لكن جعفر عبيس تصويبة ضعيفة ذهبت للخارج. أكابو شاهد تسديدات 10 للكرخ 7 الحدود. راسية حسين جبار، تالا ليونس غني، لوكاس أو هذا حسن وتدخل قوي من دلاهي اللي تحصل على بطاقة صفراء. نعم بطاقة صفراء مستحقة على اللاعب محمد دلاهي. أولى البطاقات الصفراء تشهر على لاعبين هذه الحدود، وهي البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء. نعم مباراة نظيفة لوجد فيها لحالات بدنية وحالات خشونة كثيرة. بالسلام اللاعب نادي الكرخ حسن خالد بعد التدخل القوي من دلاهي الموريتاني. شال التدخل القوي. 5 مباريات في افتتاح الجولة العاشرة. كرخ والحدود، نفط البصره واربين، نفط ميسان ونوروز، نفط الوسط والميناء والشرطة والنجف. وتستكمل باقي المباريات بلقاء الطلبة وكربلاء والجوية، القوة الجوية ودهوك، القاسم والكهرباء والزوراء ومارس بغداد. وتختتم بلقاء النفط وساخو. داكوستا يلعبها لحسين جبار، تمريرة جميلة لإبراهيم غازي، العرضية من إبراهيم غازي لكن اصطدت بويلسون أكابو إلى الخارج. ضربة ركنية الآن لمصلحة نادي الحدود. هذا هو إبراهيم غازي مهاجم يمتاز بالتمريرات في عمق المدافعين. شاهدنا تمريراته في عمق المدافعين للاعب السنغالي داكوستا. علي كريم محمد على لعب الضربة الركنية لمصلحة نادي الحدود. 14 ركنية مناصفة ما بين الكرخ والحدود. تلعب الضربة الركنية على القائم الثاني هنا الرأسية، لكن الابعاد من دفاعات نادي الكرخ. عادت لمصلحة نادي الحدود. منتظر عادل يلعبها ديلاهي لمن؟ للمدافع سيف كريم. يلعب الكرة الأمامية سيف كريم، وصلت لأكابو. تمريرات أيضا طويلة وصلت لسيف كريم. تمريرة أمامية ناقي جهة اليسار لمنتظر عادل. قطعت الكرة من لاعب نادي الكرخ. حسن محمد ليونس غني مع الكرة، يلعبها للوكاس دا سيلفا برازيلي. دا سيلفا يتقدم لكن هناك اعثار وخطأ لمصلحة هذا البرازيلي. لاعب ممتاز، اضافه على جهة اليمين بالنسبة لنادي الكرخ. أولى تبديلات أحمد عبد الجبار. فرحان شكور الذي سجل في مرمى الكهرباء. المباراة التي انتهت التعادل بهدفين مقابل هدفين في الجولة السابعة. 70 دقيقة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل السلبي حاضر ما بين الفريقين. هل نشاهد هدف في الدقائق القادمة؟ هل نشاهد هدف؟ لكن قطعة الكرة عادت حسين جاسم العرضية. منتظر عادل يحاول، لكن قطعت الكرة من دفاعات نادي الكرخ، من لاعبي نادي الكرخ. نادي الحدود يحاول أن يضغط والبحث الآن عن الهجوم المرتد. مصلحة نادي الكرخ أبو بكر جبريل لأحمد صلاح، الثلاثي الهجومي أحمد صلاح وأبو بكر جبريل وجعفر عبيس. مجتبى صالح. الكرخ يعتمد على الهجمة المنظمة، لا يريد فقدان الكرة سريعا بعدما شاهد نادي الحدود ضغط في الدقائق الأخيرة. يعني بعد إجراء التبديلات بالنسبة لإعادة اللعبة شاهدنا نادي الحدود أفضل من الناحية الهجومية. يعني شاهدنا لاعبين نادي الحدود يقتربون من منطقة جزاء نادي الكرخ. هنا الكرة العالية والإبعاد بالرأس من كرار سالم وإلى الخارج رمية جانبية. تبديل الآن خروج جعفر عبيس ودخول فرحان شكور. فرحان شكور الآن يدخل بديلا لجعفر عبيس. أولى تبديلات نادي الكرخ، أولى تبديلات الألماني أحمد عبد الجبار، يريد أن ينعش الجانب الهجومي. تالا ليونس غني. الآن إذا ما تم تسجيل الهدف صعب جدا تعويضه، لكن كرة القدم كل شيء ممكن أن يحدث فيها. مجتبى يحاول تمرير الكرة لكن قطعت من كرار سالم إلى الخارج.
رمية جانبية مجتبى يلعبها لديلاهي. أبو بكر جبريل قريب عليه كان ديلاهي، ولا قطعة الكرة عالية وخطأ. خطأ على حسن محمد، خطأ على حسن محمد، خطأ لمصلحة نادي الحدود. أحمد عبد الجبار يعرف تماما مباراة مهمة جدا في صراع البقاء، الحدود والكرخ. يعني الطموحات في الدوري نجوم العراق للمحترفين هو أكيد الهدف هو البقاء في الدوري. يعني صعب جدا منافسة كبار القوم، منافسة القوة الجوية، الشرطة، الزوراء، الطلبة. وأيضا نشاهد نفط ميسان يقدم مباريات كبيرة. مهند قاسم، هل هناك لقطة من الفار؟ هنا الإعادة، هنا الإعادة واللقطة المشتركة. حالة الاحتكاك، نعم حالة عادية جدا. كرار سالم يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، هنا الرأسية من علي كريم باتجاه إبراهيم غازي، وصلت لمنتظر عادل. منتظر عادل يلعبها لحسين جاسم، حسين جاسم تمريرة جميلة لعلي كريم. علي كريم قريب عليه ويلسون، علي كريم يلعب الكرة العرضية لكن رأسية حسن محمد وابعاد الكرة. لوكاس افتكاك الكرة من حسين جبار، حسين جبار هناك من جهة اليسار يحاول الآن منتظر عادل تمريرة لكن قطعت، عادت وتصويبة اصطدت بلاعب نادي الكرخ يونس غني والى الخارج. ضربة ركنية، ضربة ركنية نادي الحدود. الحدود بعد إجراء التغييرات دخول علي كريم وحسين جبار بدلاء لباقر عطوان وحسين عبد الواحد أفضل. الآن ضربة ركنية الثامنة هي لنادي الحدود، تلعب قصيرة. منتظر عادل لعلي كريم، هنا تصويب علي كريم أيضا اصطدت، وحسين حسن إلى الخارج. ضربة ركنية، نعم لم يلحق على الكرة حسين حسن وإلى الخارج. ضربة ركنية أخرى لمصلحة نادي الحدود. نادي الحدود الآن يضغط عن طريق الضربات الثابتة، تحديدا الركلات الركنية. علي كريم محمد على لعب الضربة الركنية. شاهد 6 لاعبين من نادي الحدود داخل منطقة جزاء نادي الكرخ. علي كريم يلعب الضربة الركنية، هنا الرأسية، جول لديلاهي الموريتاني، يسجل في مرمى الكرخ في الدقيقة 75. نادي الحدود يتقدم على الكناري بعد ركنية جميلة من علي كريم محمد البديل، وديلاهي برأسية هذا الموريتاني يسجل نادي الحدود. شاهد 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 ضعف التغطية الدفاعية والتمركز الدفاعي الغير جيد من لاعبي نادي الكرخ. ديلاهي وحيدا يلعب الكرة بالرأس والكرة دخلت حسب إشارة الحكم المساعد الأول كرار عبد الكريم. شاهد هنا الإعادة، الكرة هل دخلت بكامل محيطها أم ماذا؟ بانتظار تأكيد طبعا قرار الحكم المساعد الأول. حسين حسن لم ينجح بإبعاد الكرة في هذه اللقطة. طبعا كانت صعبة كون ديلاهي داخل منطقة ال6 ياردة، وضربة بالرأس قوية كانت من ديلاهي صعبة جدا. لكن هل الكرة دخلت داخل محيطها؟ هل الكرة دخلت بكامل محيطها عفوا أم هناك جزء لم يدخل؟ أنا أعرف تماما يجب أن تدخل الكرة بكامل محيطها. أحمد عبد الجبار غير راضي، أحمد عبد الجبار غير راضي، لكن بصراحة تبديلات عادل نعمة يعني أعطت الإضافة. حسين جبار وعلي كريم محمد أعطوا الإضافة. شاهد نادي الحدود ينتعش هجوميا، وصل أكثر من مرة لمنطقة جزاء نادي الكرخ، وأيضا أخطر مرمى نادي الكرخ وضغط على نادي الكرخ عن طريق الركلات الثابتة تحديدا الركنية. وإحدى هذه الركنيات
أتت بالهدف إلا إذا كان هناك كلام آخر للفار بانتظار التأكيد أم النفي. هل هناك جول أم نو جول؟ مهند قاسم يتحدث إلى حكام الفار، مهند مناف ويساعده علاء عباس. يا مخرج المباراة أعد اللقطة، أعد اللقطة، ولا وجود للهدف، لا وجود للهدف. الفار يلغي الهدف. الكرة لم تدخل بكامل محيطة، الكرة لم تدخل بكامل محيطة. بصراحة الزاوية صعبة، بصراحة الزاوية صعبة، لكن أكيد هناك كاميرات في زوايا مناسبة لأخذ القرار وبالتالي إسقاط كرة. ونعود إلى نتيجة التعادل السلبي، نعود إلى نتيجة التعادل السلبي. هل تتكرر للمرة الثانية في مواجهات الفريقين؟ حسن يلعبها لمجتبى صالح، مجتبى صالح تمريرة أمامية تجاه أبو بكر جبريل. فوستين الرواندي يقطع الكرة هنا الرأسية، وصلت ليونس غني، يونس غني كرة عالية باتجاه فرحان شكور البديل، قريب سيف كريم، بالرأس من سيف كريم إلى الخارج، رمية جانبية. الآن الهدف صعب تعويضه، الهدف صعب تعويضه، ونصل إلى الدقائق العشرة الأخيرة من عمر هذا اللقاء، تقريبا 11 دقيقة متبقية. حبتي مشاهدي قنوات شبكة إعلام العراقي على نهاية أحداث هذا اللقاء، هذا الوقت المعتزل بدلا عن الضائع والتعادل السلبي لغاية الآن. كرة الآن لأحمد صلاح، يحاول هنا تصويبة، أي تصويبة يا حسن، أعتقد سوف تخرج إلى رمية جانبية، سوف تخرج إلى رمية جانبية أم ركلة مرمى. هذا هو حسن محمد المدافع الذي حاول بالتصويب. هنا الإعادة، هنا الإعادة، هنا الإعادة. طبعا في هكذا زاوية صعب جدا أن تحكم، يعني أتكلم في هكذا زاوية ليس على خط واحد، ليس على خط واحد، صعب جدا أن تحكم على هكذا كرات دخلت أم لم تدخل. لكن في الأخير حكام الفار أعطوا رأيهم، أكيد هو القرار النهائي لحكم اللقاء، لكن هكذا قرارات يعني تكلم عن دخول الكرة من عدمه يعود إلى حكام الفار حسب رؤيتهم. داكوستا يلعب لكرار سالم، يلعب الكرة العرضية، هنا الابعاد من حسن محمد، وصلت لأحمد لكن قطعت من كرار لعب الكرة العالية. ويلسون كابو بالرأس، هل هناك خطأ؟ نعم خطأ، خطأ لمصلحة حسين جبار اللاعب البديل، دخل البديل لحسين عطوان. يتدخل الآن أحمد عبد الجبار، يتدخل أحمد عبد الجبار، ويدخل ستيفن بافور المهاجم الغاني، وأيضا دخول اللاعب محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن بديلا لمجتبى صالح. طبعا هو هناك المدافع عمر نوري، عمر نوري أيضا غائب عن هذا اللقاء بسبب الإصابة. خروج أحمد صلاح ودخول ستيفن بافور. تلعب الكرة بالرأس إلى الخارج، ضربة ركنية أخرى لمصلحة نادي الحدود، ركنيات عديدة لمصلحة نادي الحدود، أعتقد هذه الركنية العاشرة، الركنية العاشرة لمصلحة نادي الحدود. على التنفيذ علي كريم، علي كريم محمد، علي كريم محمد على لعب الركلة الركنية، علي كريم يلعبها هنا الرأسية، سهلة لحسين حسن، سهلة لحسين حسن. حسين حسن يلعب الكرة باليد بجهة اليمين لكن قطعت لم تصل للاعب محمد عبد الرحمن، عادت وقطعت الكرة، لا وجود للخطأ، الحكم قريب، تالا لحسن خالد، حسن خالد تمريرته لم تصل للاعب محمد عبد الرحمن. طبعا بعد دخول اللاعب محمد عبد الرحمن في جهة اليمين البرازيلي لوكاس دا سيلفا سوف يذهب إلى جهة اليسار كمدافع يسار. تالا مصلحة نادي الحدود، الحدود يشكل أفضلية، حيازة أكثر، استحواذ على الكرة أكثر، يعني شاهد الحدود الآن يعني
الحيازة 53% للحدود، 47% للكرخ. أيضا خطورة، هدف ملغى بسبب عدم دخول الكرة بكامل محيطها. حسين حسن يلعب الكرة العالية، فرحان شكور وأبو بكر جبريل، قطعت من كرار سالم. سيف كريم بالتشتيت، حسن محمد، ولسن أكابو، ولسن للبديل محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن يحاول المرور من أمام حسين جاسم، لكن هناك خطأ لمحمد عبد الرحمن. التمريرات الصحيحة 81%، كرخ 80% للحدود، نسبة متقاربة عكس الشوط الأول، كانت النسبة أفضل لنادي الكرخ. تالا محمد عبد الرحمن داخل منطقة جزاء، لكن خروج لوسام محمد ومسك للكرة. وسام محمد يطلب من اللاعبين الصعود إلى الأمام. كرة علي بن وسام، تالا بالرأس، أبو بكر إلى فرحان شكور. من سيفرح في هذه الدقائق؟ الكرخ أم الحدود؟ دقائق صعبة، دقائق قاتلة، الهدف صعب جدا تعويضه، صعب جدا تعويضه. هنا خطأ لمصلحة أبو بكر جبريل، لاعب مشاكس هذا أبو بكر جبريل، لاعب النيجر. التدخل القوي من كرار سالم على أبو بكر، خطأ لمصلحة نادي الكرخ. روح رياضية ما بين البرازيلي لوكاس دا سيلفا، نقاشات ما بين الكادر التدريبي لنادي الكرخ، ما بين أحمد عبد الجبار وحيدر عبيد. حيدر عبيد في المباراة السابقة قد ضغط المباريات أرهق اللاعبين. أكيد يا كابتن، لكن يجب أن نتكيف مع هكذا ظروف. كرة القدم في تطور، ونشاهد كل 3 أيام مباراة في أغلب الدوريات. يونس غني على لعب الكرة داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة كادت أن تغالط هذا الحارس وسام محمد. شاهد الكرة ارتطمت بالأرض وذهبت من فوق الحارس، لكن من حسن حظه ذهبت فوق العارضة ولم تدخل المرمى. وسام محمد في تمركز غير جيد، لكن من حسن حظه الكرة ذهبت إلى الخارج. 5 دقائق أخيرة أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل السلبي حاضر ما بين الكرخ والحدود هنا في ملعب الكوت الأولمبي في افتتاح مباريات دوري جنوب العراق الجولة العاشرة موسم 23-24. داكوستا لحسين جبار لداكوستا، لكن قطعت الكرة من البرازيلي دا سيلفا، يلعبها لأبو بكر جبريل إلى اللاعب ستيفن بافور يسيطر على الكرة، يلعبها لوكاس وهذا تشتيت الكرة، خطأ باللاعب نادي الكرخ. وأنا تصويب إبراهيم غازي وحسين حسن، وعادت من جديد. يا الله، جول الحدود، يعبرون الكناري ويسجلوا أول أهداف هذا اللقاء. الدقيقة 85 تعلن عن أول أهداف هذا اللقاء. أول هدف لنادي الحدود، وأي هدف في وقت قاتل. تصويبا إبراهيم غازي، حسين حسن بعاد في الأولى، لكن المتابعة من منتظر عادل وتسجيل الهدف الأول لمصلحة نادي الحدود. الآن هدف الكرخ لا شيء. هذا هو منتظر عادل ويحتفل بالهدف على طريقته الخاصة. هنا الآن تبديل، دخول مصطفى رميض بديلا لمن من مصطفى رميض.
الكرخلان هل يعود بديلا لحسن خالد، والمدافع وخروج مدافع. كرة الآن قطعت الآن من داكوستا. الحدود في منتصف الشوط الثاني شكل أفضلية ونجح الآن بالتقدم. إبراهيم غازي يحاول المرور لكن قطعت الكرة من ويلسون أكابو. الحدود هل يعود من جديد إلى سكة الانتصارات بعد 3 جولات عجاف، خسارتين وتعادل، وخسارة قاسية كانت في الجولة الماضية. شاهد هنا الإعادة وراية وتسلل على اللاعب فرحان شكور. بالسلامة لكرار سالم يعاني من شد. مهند قاسم يطلب من لاعبين الحدود لعب الكرة، تلعب الكرة العالية من فوستين، وصلت لويلسون أكابو. سيان حسن إلى لوكاس، عادت لحسن محمد. كرة طويلة، كرار سالم من أمام أبو بكر جبريل وأبعاد الكرة. أبعاد الكرة، وهنا الآن تبديل الآن، خروج داكوستا السنغالي. خلاص دخلنا الدقيقة 90. أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، الحدود يتقدم. محمود خضير مدافع يدخل بديلا لكرار سالم. الكرة العالية إلى الخارج، رمية جانبية. خروج داكوستا وكرار سالم، ودخول عباس عادل ومحمود خضير. خلاص يفكر عادل نعمة بالحفاظ على النتيجة بدخول لاعبين في الدفاع، خروج لاعب مهاجم وايضا خروج لاعب مدافع. الكرة الخطيرة داخل منطقة الجزاء والعرضية، لكن ابعاد من ويلسون أكابو لضربة ركنية. ابعاد الكرة من ويلسون أكابو لضربة ركنية من امام اللاعب عباس عادل نعمة، ابن الاصغر للكابتن عادل نعمة، مدرب نادي الحدود. منتظر عادل وعباس عادل اولاد الكابتن عادل نعمة. 6 دقائق كوقت محتسب بدلا عن الضائع. 11 ضربة ركنية للحدود مقابل 7 للكرت. اللعبة الضربة الركنية الرأسية وايضا الى الخارج. ضربة ركنية اخرى لمصلحة نادي الحدود، الركنية رقم 12. بعد كانت من مصطفى رميض، الوضع على الصورة. مدافع الذي دخل بديلا لحسن خالد. علي كريم يلعبها قصيرة لمحمود خضير. محمود خضير يلعب الكرة العرضية، أيضا اصطدت بداله ضربة ركنية أخرى، لمصلحة نادي الحدود. يحاول لاعبي نادي الحدود أخذ وقتهم قبل تنفيذ الكرة الآن داخل منطقة الجزاء، يحاول المرور. هنا تلعب الكرة العرضية أيضا تصطاد. علي كريم يتركها إلى الخارج، رمية جانبية. فوستين يلعب الكرة باتجاه الحارس حسين حسن، لكن سهلة. حسين حسن عالية وطويلة، أيضا إبعاد من سيف كريم. وصلت يونس غني، تمريرة طويلة باتجاه أبو بكر جبريل في المقاس. أبو بكر جبريل قريب عليه محمود خضير، يلعبها للوكاس
لكن اصطدت بلوكاس والى الخارج، الى الخارج. رميه جانبيه، رميه جانبيه لمصلحه نادي الحدود. دخلنا الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع. ايضا رميه جانبيه اخرى لمصلحه نادي الحدود. نادي الحدود يحاول ان يستهلك دقائق الوقت المحتسب بدلا عن الضائع في الكرات على الخط حتى لا تشكل خطوره على مرمى. هنا خطا الان، هنا خطا الان لمصلحه خطأ الآن. كرة العالية داخل منطقة الجزاء لمصلحة نادي الكرخ، البعد على هدف التعادل. هنا تصويب من ستيفن بافور لكن اصطدت من جديد لنادي الكرخ، والكرة سهلة للحارس وسام محمد. كرة طويلة من وسام محمد، هنا بالراس وصلنا كابو قريب. كرة من يونس غني، تغيير لعب هناك لجهة اليمين. كرة الأمامية أيضا قطعت الكرة، يحاول فريق نادي الكرخ. ابو بكر جبريل يلعب الكره داخل منطقه الجزاء، وهنا الابعاد من حسين جاسم. وصلت الان لمصلحه نادي الحدود البحث عن الهجوم المرتد. ابراهيم غازي طالت على ابراهيم غازي، وصلت لويلسون كابو لابو بكر جبريل. ابو بكر جبريل يسيطر على الكره، وهناك خطا، هناك خطا لمصلحه نادي الكرخ. خطأ الآن لمصلحة نادي الكرخ. يونس غني على لعب هذا الخطأ. يونس يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، هنا الرأسية عالية، خروج لوسام محمد والإبعاد بقبضة اليد. وصلت لمن؟ لعباس عادل، البحث عن الهجوم المرتد السريع، يلعبها لشقيقة منتظر عادل يتخلص من مصطفى رميض. تمريرة جميلة لإبراهيم غازي لوجود التسلل، هل يحسمها؟ لكن حسين حسن موجود ويعطي بصيصة أمل لنادي الكرخ. إذا ما سجل نادي الكرخ هدف التعادل سوف يكون سببه إبراهيم غازي. كان بالممكن أن يسجل هدف انفراد تام بالحارس حسين حسن، لكن إبراهيم غازي لم ينجح بالتخلص من حسين حسن، والكرة بعدها حسين حسن من أمام إبراهيم غازي وعاد، وبقى الأمل لنادي الكرخ. يعني إذا ما تم نادي الكرخ يسجل هدف التعادل سوف يكون هذا التصدي هو سبب التعادل، لكن نتكلم عن ثواني أخيرة من لقطة بدل عن ضاع. هنا قطعت الكرة من البرازيلي لوكاس يحاول المرور، لا وجود للخطأ، الحكم قريب. فوستين وابعاد للكرة، تشتيت، وصلت لويلسون أكابو أو لحسن محمد، وهنا التمريرة قطعت من حسن محمد، وصلت دلاهي على جهة اليسار للاعب حسين جاسم، تمريرة خاطئة، وصلت لويلسون أكابو، تمريرة عالية باتجاه اللاعب ستيفن بافور يحاول المرور. ستيفن بافور خطأ لمصلحة نادي الكرخ، اعتقد هذا هو الخطأ الأخير. عادل نعمة يطالب الحكم الرابع بأن 6 دقائق انتهت، لكن هذا الخطأ لمصلحة نادي الكرخ، خطأ قريب جدا. شاهد هنا الانفراد ولا وجود للتسلل في هذه اللقطة. حسين حسن حاول إبراهيم غازي أن يثبت حسين حسن، لكن حسين حسن بردة فعل جميلة والابعاد الكرة في قدمها اليمنى بصورة جميلة جدا من الحارس. حسين حسن الآن تقدم إلى الأمام. خلاص لاعبي نادي الكرخ الكل بالكل
أما التعادل أو الخسارة تصويبا فرحان شكور، لكن اصطدت في الجدار والحدود. يحقق فوز مهم جدا ويصل إلى النقطة الخامسة عشر، والكرخ يبقى عند رصيد 10 نقاط. مبارك للحدود وهارد لك للكرخ. أحبتي مشاهدي قناة شبكة الإعلام العراقية، تقبلوا تحيات معلق القاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.